السلام عليكم ورحمة الله حبايب قلبي، رجعت كل يوم إن شاء الله تعالى فيديو جديد. اليوم رايحين نعمل مع بعض رز فول بإذن الله تعالى الطريقة الحمصية، وإن شاء الله تعالى بنال إعجابكم حبايب قلبي. أنا من مدة سنة عملت فيديو لتفريز الفول والبازيليا وفرجيتكم صحن مطبوخ، بس ما أرجيتكم الطريقة. هلا إن شاء الله تعالى بنعمل الطريقة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله بتعجبكم يا الله. هلا بنقول بسم الله حبايب قلبي. عندي كاسة الشرب الوسط زيت نباتي، شايفين قياس حبايب قلبي حسب الكمية، طبعا كمية الفول وكمية الرز حبايب قلبي. طبعا فرزنا الفول وخلاص بالشتي، كل سنة وانتم سالمين. هلا هون اللي معي انا فول اخضر حبايب قلبي، جبت 3 كيلو فول. 3 كيلو فول طلعوا معي كيلو مفرطين لكيلو الرز. كل ما كترنا الفول بالرز بيطلع اطيب، وبفضل انه رز المصري باذن الله تعالى بيطلع ولا اطيب. هلا انا ما بدي الزيت يحمى كتير، طريقة طبخه مثل طريقة تهبيله، ما بدنا نغمه بالمي ونسلقه بيطلع معنا احمر. بفضل هاي الطريقة، ونحط لها فورا معلقة الشاي نفسها، معلقة سكر ومعلقة ملح. هاي الحركة بتاكل معنا 10 دقايق بين ما يستوي معنا الفول ويدبل حبايبي. مثل ما قلت لكم الفول الاخضر ما بياكل معنا وقت. انا هلا هيك كل دقيقة بدي اقلبه وبدي اغطيه، لانه اذا غطيناه بيستوي معنا فورا باذن الله. حبايب قلبي مثل ما قلت لكم بنغطيها وكل دقيقة بنعمل لها تحريكي. بالنسبة لهي الطبخة هلا نحن بنحط لها بس فلفل، واذا حبيته تحطوا ماجي ان كان بودرة او ظرف. انا هون عندي كيلو رز مصري نقعته غسلته وصفيته، وطبعا هاي الطريقة بتكون المي عم تغلي بإذن الله تعالى. أنا جنبي حفيدي عم ينقي علي بده يطبخ هو. هلا حبايبي نفس المعلقه معلقه صغيره فلفل. وطبعا هاي الطبخه كتير بتطلع طيبه. قلت لكم حفيدي عم يساعدني، هو بده يحط الفلفل. يلا حط، يلا حطه. برافو عمر. شو عم تعمل يا عمر؟ عم تحرك الاكل؟ برافو عليك. يلا تيتي هلا حط الرز. يلا حط، شيل معي. يلا اوكي. هلا هيك حطينا الرز مشان عمر. هلا حبايبي حطينا الرز ونوسنا الغاز كمان 7-8 دقايق بس ياخد معنا الرز هيك لمعة من الزيت ان شاء الله تعالى. تكون غليت معنا المي بنحطها باذن الله وبرجع لكم.
هلا حبايبي هيك بضع عليهم حوالي 7 دقايق، برجع بقوي الغاز مثل ما قلت لكم. المي جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي اي نوع مصري، اي نوع مصري اكثر من 20 ل 25 دقيقه ما بياكل معنا على النار، بس بيختلف نوعه. في رز بياكل كاسي مي، في رز بياكل كاسي وربع، اكتر لا مشان ما ينخبص معنا. حبايب قلبي انا الرز اللي عندي رز المصري، دائما عيروه بيطلع معكم ولا اطيب ان شاء الله تعالى، والحبه واقفه. 6 كاسات رز، 6 كاسات مي. هلا هيك بس بدي اعمل له تقليبه وغطيه لينشف بيستوي لحاله. حبايب قلبي بس نشفت ميته نوس عليه على الاخير ان شاء الله تعالى. حبايب قلبي بعد ما بتنشف ميته بنعير من 20 ل 25 دقيقة وبرجع لكم بإذن الله تعالى. حبايب قلبي طبعا بالبداية قلت لكم حطينا معلقة صغيرة ملح وسكر مع حب الفول. رجعت أنا بعد ما حطيت الرز حطيت معلقتين صغار ملح. حبايب قلبي في ناس بتحمي السمنة بتقليه، في ناس تقليه بليه. أنا بفضل السمنة هيك تعطي طعمي أطيب. معلقة كبيرة تعطيها لمعة تطلع كتير طيبة. بس هيك مرقة على الرز وهي لحالها. شايفين كيف لحالها. ولا حبايب قلبي هاي الرز الفول، شايفين الفول تم لونه اخضر بسبب معلقة السكر، والحبة ان شاء الله ما انا لازقة باختها. بتمنى تجربوا الوصفة واكتبوا لي اذا عجبتكم. شايفين حبايب قلبي. حبايب قلبي هاي الاكل بيتقدم معه لبن بخيار وثوم ونعناع. حابكم تاكلوه بدون ما تروبوه يعني ناشف، وبنعمل معاه سلطة. وانا بصراحة عاملة المخلل جديد. حبايب قلبي لا تنسوا اللايك والضغط على زر الجرس ويوصلكم كل جديد بإذن الله تعالى. قد من كانت الأكلة بسيطة بس بتكون جدا جدا طيبة. السلام عليكم ورحمة الله.